لا شك نحن دائما نعرف أن تركيا منذ سياستها القديمة إلى الآن، وأنا دائما أكرر موضوع أن الدولة العثمانية السياسة التركية هي سياسة توسعية، إن كانت على الصعيد الجغرافي وعلى الصعيد الجيوسياسي أو على الصعيد الاقتصادي. دائما تركيا الهدف الأساسي لها هو التوسع، وتركيا لن تقف أمام حد معين. ولاحظنا بأنه اتجهت اتجاه ليبيا، ومنذ أيام ضربت شمال العراق، وهي الآن تبرمج إلى أمور أخرى. لكن حقيقة، وأنا دائما هذا الأمر أركز عليه، من سياسة أو السياسة الصفرية بمشاكلها مع الدول الأخرى إلى الصفر مع علاقاتها مع الدول الأخرى. وكما ذكرت بأنه فقدت علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مع اليونان، والآن هناك صراع. هل سيكون هذا الصراع عسكري أم سيحول على طاولة الحوار على الصعيد المصري أو على الأصعدة الأخرى؟ لكن بالنهاية تركيا لن تقف عند حد معين، وهي لا زالت توسع نفوذها. لكن حقيقة يجب أن تدرك بأنه العام 2020 أو القرن ال21 أو 2021 أو ما بعد ذلك لن يكون ك 1540 أو أيام الحرب العالمية الأولى أو غيرها. التوسع التركي في الدول العربية واحتلاله لهذه الدول لن يكون كما قبل، لكنها دائما تمارس الذهنية السابقة، وهي ذهنية التوسع. الإمبراطورية العثمانية، عودة الدولة العثمانية على أساس الهوية الدينية، على أساس التوسع السياسي، وهي متبنية. حقيقة هي الدولة الوحيدة المتبنية موضوع المشروع السياسي أو الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط، أو حتى في أفريقيا، يعني بليبيا وغيرها. لن تصل إلى حد، لأن الشعوب بدأت تدرك بأن هناك مسارات أخرى جديدة، وستخسر تركيا في المراحل القادمة الكثير. حتى ضمن تركيا يجب أن يكون هناك دور ديمقراطي للمرحلة القادمة، إن كان لتركيا أو لغيرها، فعليها أن تبدأ في هذا المسار، يكون أفضل من موضوع المسار التوسعي أو العسكري أو احتلالها لبعض المناطق، وكما نرى يعني احتلالها في سوريا واحتلالها لبعض المناطق الأخرى، ووصولها إلى إدلب بمرتزقة سوريين بتوجه إسلامي، مع كل أسف. يعني بخصوص حقيقة الصف الكردي والمصالحة التي تحصل ما بين القوى السياسية الكردية، أنا رأيي هي لن تزيد في شمال وشرق سوريا ووحدة الصف السوري، بل ستزيد الأمر في كل سوريا. لأنني كما أرى حقيقة بأن هذه النواة، وخاصة في إدارة شمال وشرق سوريا ومشروع أخوة الشعوب ووحدة الشعوب أثبتت نجاح هذا المشروع. لأجل ذلك أنا ما أراه يعني حقيقة وحدة الصف الكردي هي ضمان لكل مكونات سوريا بمسيحيها، أو أقصد مكونات يعني بأديانها وأعراقها وطوائفها، إن كانت على الصعيد الطائفة العلوية أو الديانة المسيحية أو الديانة الإسلامية أو الطوائف الأخرى. حقيقة ما نراه بأنه وحدة الصف الكردي، ونحن دائما نؤكد على أن يكون هناك وحدة للصف الكردي، لأنه الضامن الحقيقي لشمال وشرق سوريا وأيضا لسوريا. وحدة يعني لا زال السؤال اللي تركز عليه حضرتك هو موضوع أنه شمال وشرق سوريا، وأنا أريد أن أوسع ضيقا، يعني أنه حزب سوريا مستقبل دائما يفكر هل هذا المشروع سيخدم كل السوريين أم سيخدم شمال وشرق سوريا؟ لا شك هو سيخدم شمال وشرق سوريا، يخدم الإدارات الذاتية، إن كان هناك حقيقة وحدة توافقية، وليست وحدة سيطرة من طرف على طرف آخر، وإنما أو يكون بعض الأطراف مؤدلج باتجاهات أخرى أو متبني مشروع خارج الإدارة الذاتية. هو سيخدم الإدارة الذاتية، لكنني كما قلت في الموضوع الذكر سابقا بأنه سيخدم كل أبناء سوريا، لكن سيضفي نوعا جديدا بموضوع الإدارة الذاتية، إدارة شمال وشرق من سوريا. وهذا الإضفاء هو قبول المشروع الإدارة الذاتية على صعيد أوسع، ولم يبقى على صعيد ضيق، وإنما مع كل مكونات، إن كانت الكردية أو العربية أو التركمانية أو الشركسية أو غيرها. لا شك أنا برأيي، وأنا قلتها سابقا أيضا، موضوع إن كان العرب وهم يقولون نحن الأكثرية أو الأغلبية، لكن علينا أن نعي بأنه في مشروع المواطنة أو في دولة المواطنة
ليس هناك أكثرية وليس أقلية، بل هناك مواطنة وطنية هي التي تخدم الأساس، وليست موضوع أيضا محاصصة. وأنا أريد أن أركز على أمر، بأن موضوع المحاصصة في الدولة قد فشل، ورأينا في العراق وكذلك رأينا في لبنان. موضوع المحاصصة الطائفية لن يخدم المشروع الوطني في سوريا، ونحن كحزب سوريا مستقبل دائما نركز على الشق الوطني من الدولة السورية، وليس الشق القوموي أو الشق الطائفي أو الأغلبية أو غيرها. لكن من يركز على هذا البند حقيقة هم الأطراف الأخرى، الأطراف الإقليمية. ورأينا بأن تركيا عندما احتلت تل أبيض ورأس العين وغيرها كانت تتوقع أو تتصور بأنه سيكون هناك حرب طائفية ما بين العرب والكرد في دير الزور وفي الرقة وفي غيرها من المناطق التي يقطنها أغلبية عربية، التي يقطنها. ولا أريد أن أذكر بأن هناك مناطق كردية ومناطق، هي مناطق سورية وليس هناك مناطق كردية أو مناطق عربية، وإنما يقطنها بعض الأغلبية العربية أو بعض الأغلبية الكردية. هؤلاء يركزون حقيقة على شق الصف الوطني، ويبدأون بالتصنيف، إما التصنيف الديني أو التصنيف الطائفي أو التصنيف العرقي. لكن في مشروعنا، مشروع حزب سوريا مستقبل ومشروع الإدارات الذاتية ومشروع أخوة الشعوب، يهدف إلى المشروع الوطني، مشروع التعددية، مشروع قبول كل السوريين بكل أصنافهم. ليس هناك أقلية، ليس هناك أغلبية، بل هناك بوابة حقيقية نستطيع الدخول من خلالها، هو موضوع المواطنة. ما نريد أن نوجهه لكل السوريين، علينا أن ندرك بأن هناك لدينا مصالح أيضا مع الأطراف الأخرى، من خلال مصالحنا التي تخدم أبناء سوريا ولا تتضرر أو ولا تضر بمصالح الدول الإقليمية أو الدولية. على هذا الأساس تبنى، لأننا نقول دائما بأن الدول لا تبنى على أساس مصالحة دائمة أو عداوات دائمة، بل هناك مصالح دائمة. كل الدول تفكر فيما لها في سوريا من مصلحة، على الشعب السوري أن يفكر أيضا بمصلحته السورية الوطنية، لا بمصلحته الطائفية من خلال المكون الكردي، أو المصلحة الطائفية من خلال المكون العربي، أو المصلحة الأخرى من كافة المكونات، أو أيضا على الصعيد الديني. وأتمنى من كل السوريين أن يفكروا بمصلحتهم كدولة سورية قبل أن يفكروا بمصالحهم الضيقة على أساس عرقية أو دينية أو طائفية. الوطن أولا، سوريا أولا، سوريا للجميع. تعالوا لنبني سوريا المستقبل، لا على أساس ديني ولا على أساس طائفي، بل على أساس وطني. حق الفرد من حق الجماعة، وحق الجماعة أيضا من حق الفرد.